هو انا مش قلت لك من يومين ان ابو حنان خرب الدنيا؟ ابو حنان خرب الدنيا وهيقعد على تلها. تعال افهمك قصة القرار بتاع ترامب عمل ايه بعد 4 ايام. يعني احنا عملنا الفيديو بتاع اول امبارح، ده كان بقاله يومين. النهارده بعد 4 ايام او 5 ايام. اول يوم انا كنت قلت لكم ان خسر امريكا كلها، الشركات بتاعتها الكبيرة، منهم ابل ومنهم تسلا، ايلون ماسك واللي سبيس اكس والكلام ده كله، وامازون وميتا بتاعت فيسبوك، خسرهم كلهم اول يوم بس في البورصه 1 تريليون دولار. النهارده بعد 4 ايام او 5 ايام من القرار اللي لسه ما اتطبقش، خسرهم 6 تريليون دولار. خد بالك، عشان ترامب ومستشاريه لما جم يعملوا الفكره بتاعت التعريفه الجمركيه الجديده دي، اصلا كانوا حاسبينها عشان خاطر يدخلوا دخل جديد لامريكا بقرابه ال10 تريليون دولار. طيب انت مجرد ان انت قلت ان انت هتاخد القرار ده ولسه ما اتطبقش يا حيلة امك، انت دلوقتي خسرت بلدك. ناس هتكتب لي في التعليقات تقول لي ما ياك تولع، ياك البلد كلها تروح في 60 داهيه. يا عم انا معاك، بس المشكله ان اقتصاد البلد، اقتصاد العالم كله دلوقتي بقى بيتلخص في دولتين 3، منهم امريكا والصين اول 2، بعد كده الاتحاد الاوروبي يا ريس. وطبعا كل بلد اتفرضت عليها ضريبه جمركيه، قالت اشمعنى انا، راح اتفرض عليه هو كمان ضريبه جمركيه، فبقت العلو 2. يعني لو انت عملت 36% او 46% على الصين، راحت الصين تاني يوم على طول بعد 24 ساعه، والله مش 25 ساعه، 24 ساعه راحت مطبقه نفس التعريفه الجمركيه ونفس القرار، وبقى هم كمان 46% او 36%. يعني انت كده بقى معاك الدبل. فما تزعلش قوي يا صديقي لما اقول لك مثلا حاجه زي الايفون، بما ان بتاع موبايلات، يعني هينزل ب 1800 دولار ولا ب 2000 دولار. القرار ده لازم ترامب يرجع فيه، بغض النظر عن ان هو فعلا قال لك انا هاجلها 3 شهور ما عدا الصين. يا راجل يا اهطل، ما انت 85% من استخدامات ابل في الصين، 75% ولا 65% من استخدامات شعبك في جميع المجالات من الصين. انت اللي عملت في نفسك كده. ده بالنسبه للموضوع بتاع ترامب. تعالى بقى اكلمك عن الزياطين. ومين الزياطين؟ احنا الشعب المصري الزياط، عشان بس انت تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. دلوقتي يا عم الحاج، القرار ده عمل بلبله في العالم كله، وعمل زي الفل وصدع الدنيا وخسر امريكا. يا عم انت مال امك كمصري؟ انا اقوم من النوم الصبح الاقي الجهاز يعلى 5000 جنيه ليه؟ يعني لما يكون ال 16 برو ماكس عندي انا بايعه بالليل جمله ب 70,000 وبيتباع ب 71,000 اللي هو الزيرو ضريبه، واقوم من النوم الصبح ابص الاقيه جمله بقى ب 75,000 وب 74,000 ونص. انت عبيط؟ انت خدوني معاك وانا بعرف اسقف؟ انت رايح تهور ليه؟ تعلي السعر انت يا عم. ده دبي ذات نفسها ما علتش السعر، انت عليت السعر ليه؟ خالك ده يبقى ترامب؟ خالك يعني ايه؟ انا زهقت، اقسم بالله العلي العظيم زهقت. احنا شعب بنحب السقف. خدوني معاك وانا بعرف اطبل، خدوني معاك وانا بعرف ارقص، خدوني معاك وانا بعرف اسقف. فالايام اللي جايه دي ايام اللهم لك الحمد. يعني كفايه واقف حال، يعني كفايه من ساعه موضوع الضريبه اللي نزلت على الموبايلات عندنا دي، وشغلنا قسما بالله قل تحت ال 50%. يا راجل ده انا مش قادر خلاص، يعني انا مش لاقي حاجه. يعني كنت اصور فيديو النهارده قسما بالله نفسي تسدد، وانا نازل كده رحت جاي بكلمكم بقى، يعني بفضفض معاكم والله. فمش عارف، انا مش عارف الدنيا راح على فين. حسب الله ونعم الوكيل. كان معاك احمد تربو، قناه الحقيقه. سلام عليكم.